السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أحبابي في قناتكم، إن شاء الله راكم كامل بخير ومهنيين. اليوم نحكيو على قصة رجعت حديث مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر، قصة الممثلة ليليان وزوجها ياسين اللي تصدروا الترند بعد بث مباشر صريح خلى الكل يتكلم عليهم. ياسين قال بكل عفوية: عارف باللي زوجتي أكبر مني بس حنحبها والسن ما يهمنيش. جملة واحدة كانت كافية باش تولي القصة محور نقاش واسع. ناس قالوا الحب ما يعرف لا عمر لا عام الميلاد، المهم الاحترام والتفاهم. وناس أخرى شافت الفكرة غريبة وقالت راهي كبيرة عليه بزاف وما تصلحش. تعليقات انهالت عليهم، واحد يقول 2001 يعني هو صغير بزاف، وآخر يقول خلوا الناس تعيش الحب بطريقتها. لكن الجميل في الموقف هو رد ياسين الهادئ لما قال: ليليان غالية عليا وما نفكرش في العمر أبدا. كلمات بسيطة لمست قلوب بزاف ناس وخلت البعض يعيد التفكير. هل فعلا العمر ممكن يكون حاجز بين زوجين، ولا لما يكون الحب صادق ما يبقى حتى رقم يفرق؟ الجدل مازال داير بين اللي يشوف أنه الحب حرية شخصية وبين اللي يفضل يكون توازن في العمر والتجربة. لكن في النهاية كما نقولوا في الشارع الجزائري: القلب اللي يحب ما يشوفش البطاقة، يشوف الإحساس. قولوا لي انتم في التعليقات واش رايكم، هل فعلا الحب ما يعرف لا سن لا فرق عمر؟ وما تنسوش تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة باش يوصلكم كل جديد من أخبار النجوم والمشاهير. والسلام عليكم.